يا صباح التفاؤل، تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض من احلى والذ انواع كيكات الشوكولاته اللي ممكن تجربيها. مهما اوصفها ومهما اتكلم عن جمالها مش هوفيها حقها. هشه وخفيفه وطعمها وريحتها في حته تانية بجد. هنضيف لها النهارده مكون يخلي طعمها وريحتها خطيره. فيلا بينا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده عملناه النهارده ازاي. في الاول كده هاتيلي اي صباعين موز عندك حتى لو مستوي والعيال كده غضبانين عليه. هاتيه هنعمل مع بعض بقى كيكه شوكولاته رهيبه. انا جبت هنا صباعين موز، لو عندك الموز صغير شويه تقدري تجيبي 3 صوابع. ضفت عليهم هنا بيضايه، معايا هنا فانيليا طبعا، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب، معايا هنا نص كوبايه من الزيت. هبدا بقى كده اجيب الهاند بلندر وابدا بقى كده افرم ده كله كده مع بعضه. طبعا تقدري تستخدمي الخلاط، تقدري تستخدمي المضرب السلك العادي. اهم حاجه نضرب الموز كويس جدا طبعا مع السكر وكله يكون داب مع بعضه. ده القوام اللي انا محتاجه اوصل له. في الوقت ده انا معايا هنا كوبايه من الدقيق، طبعا لازم ننخلها كويس جدا، ومعايا هنا نص كوبايه من الكاكاو. انا النهارده مستخدمه كاكاو خام اسباني. طبعا الكاكاو لازم يتنخل لان بيكون في تكتلات. ومعايا هنا معلقتين كبار كده من الكيك شيف او البيكنج باودر. انا بصراحه بستخدم في الكيكات الكيك شيف. ومعايا هنا ذره الملح الاساسيه بتاعت طبعا الكيكه بتاعتنا. هجيب بقى هنا مضرب السلك العادي وببدا بقى كده اقلب كل المكونات كده مع بعضها لغايه ما يختلط واوصل كده لقوام الكيك. في الوقت ده معايا هنا ربع كوبايه من الشوكليت شيبس وابدا اضيفها. عايزه اقولك بتخلي الكيكه بتاعتنا خطيره معنى الكلمه. في الوقت ده طبعا انا مجهزه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 في الرف الوسط. معايا هنا بقى الصينيه بتاعتي انا بطناها هنا بورق زبده. انا استخدمت صينيه اللي هي الانجليش كيك اللي هي البايركس. طبعا تقدري تستخدمي صينيه مدوره مفيش اي مشكله خالص. عايزه اقولك بقى ان ريحه الكيك اصلا خطيره، الموز كده مع الكاكاو والشوكولاته بجد ريحتهم كانت رهيبه، وانت اصلا بتضيفي كده الخليط بتاع الكيكه قبل التسويه كمان، ما بالك بقى بعد التسويه. كده بعد ما ضفت خلاص خليط الكيكه بتاعتنا في الصينيه بجيب بقى كده بعمل الخط اللي في النص ده. عايزه اقول لك بقى بعد التسويه كده وتلاقي الخط ده طالع كده من الكيك، ده دليل ان الكيكه بتاعتنا طالعه مستويه وهشه وخفيفه بجد. شكلها بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى كده نطلعها من القالب بتاعها. رهيبة بمعنى الكلمة. تقدري على فكرة بقى تزينيها كده بقى بأي شوكولات من فوق، عايزة تسيبيها سادة، أنا بصراحة حبيتها كده على وضعها. طعمها يا جماعة وريحتها رهيبة رهيبة بجد. ده غير انها بقى هشه خفيفه. ريحه الموز كده مش اصلا مش هتحس بطعم الموز، بس الريحه اصلا مع مع الشوكولاته بجد ريحتها في منتهى الجمال. من احلى والذ كيكات الشوكولاته اللي ممكن تجربيها. مهما اتكلم عنها بجد خطيره. مكوناتها بسيطه جدا وسهله، متاكده ان انت هتعتمديها معاكي. اتمنى تجربيها. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده.